السلام عليكم، اهلا بكم في مطبخي. ما ينفعش نعدي موسم البرتقال والشتاء من غير ما نعمل كيكه البرتقال. هعملها النهارده بطريقه مختلفه. انا عملتها تقريبا بطريقتين او ثلاثه. ان شاء الله هنزلها لكم في صندوق الوصف اللينكات بتاعتها. فهنعملها النهارده بطريقه لذيذه وسهله. يلا بينا على المقادير. المقادير قدامكم كلها اهي: دقيق وبيض ولبن وزيت وعصير برتقال. هقول لكم بالتفصيل ان شاء الله واحنا شغالين. يلا نخش بقى ونشتغل. جبت بولة وجبت المضرب بتاعي، وعندي هنا السكر 200 جرام من السكر، يعني كوباية من السكر. حطيتها في البولة وحطيت عليها عندي 3 بيضات. حطيت اول بيضة وخلطتها كويس وضربتها بالمضرب. تمام. وبعد كده هنزل بالبيضة التانية واضربها تاني. عايزين تضاعفوا المقدار، تخلوه صينية اكبر، يبقى نضاعف كل مقدار على ايه، على حدة. دي البيضة التالتة. تمام. احط عليها شوية فانيليا واكمل ضرب البيض بالسكر لحد ما يختلط كله مع بعضه. تمام زي ما انتم شايفين. ابتدي بقى احط بقيه الاضافات. عندي عصير برتقال بسره عصرتها في الخلاط وصفتها، ادتني حوالي كوبايه 200 جرام. وعندي 160 جرام من اللبن و80 جرام من الايه، من الزيت. 160 لبن يعني كوبايه الا ربع، و80 تقريبا يعني حوالي اقل من الربع او تلت كوبايه ايه زيت. بعد كده نزلت ببشر برتقان. البرتقانه اللي انا عصرتها خدت البشر بتاعها الاول، وبعد كده هنزل بالدقيق هنخله عشان يدخل هواء في الكيك وتبقى هشه معايا. الدقيق اللي استخدمته 350 جرام، يعني حوالي كوبايتين الا ربع من الدقيق. ونزلت عليهم بكيس من البيكنج باودر او معلقه كبيره. ونخلط بقى المكونات بتاعتنا بالاسباتيول. هنشيل الخلاط او المضرب في الحاله دي. خلطنا الكيك بتاعنا او الخليط بتاعنا، جبنا قالب او صينيه دائريه اللي يعجبكم. ندهنها زيت خفيف، ما نكترش زيت واحنا بندهن صواني الايه، ما نكترش زيت واحنا بندهن صواني الكيك عشان ما تلزقش فيها. طبعا انا مشغله الفرن على 180 درجه. حطيت الخليط في القالب ومسحت الجوانب كده عشان ما يتحرقش، وحطيته في صاج وهدخله الفرن. هياخد حوالي 45 دقيقه. بعد ال 45 دقيقه طلعته، اختبرت السوا بتاعه، استوى وسبته يهدى تماما. وبعد ما هدي وبرد قلبته زي ما انتم شايفين. الوش والظهر تحفه. بردت الكيك ورشيت عليها رشه من السكر البودر. تمام. هو السكر اللي في الكيك مش كتير، فعشان كده اديناها رشه من السكر كتزيين وزياده ايه حلاوه الكيك. نقطعه زي ما احنا عايزين كده. شايفين ما شاء الله هش وريحته لذيذه وتحفه. العصير الفريش وبشر البرتقال الفريش احسن بكتير من متخزن. انا عندي بشر متخزن في الفريزر، لكن الفريش له طعم تاني. نضفت الرخامة ورصيت الكيك في القالب في السرفيز. جميلة جدا، جربوها جنب شوية شاي بلبن كده او شاي سادة اللي يعجبكم. تحفة، وجربوها واشوفكم فيديو جديد. باي باي.